يا مروكي، احنا في الجزائر هذا الملعب ملعب الدار البيضاء الذي يقع في العاصمة ملعب بلدي، مجرد ملعب بلدي. هذا الملعب ليس مؤهلا من الكاف وما راهوش ملعب مستوى. احنا جامي تباهينا ولا تفاخرنا بهذا الملعب يلعبوا فيه أندية في الحي ولا أندية في القسم الجهوي، وتقول انه في 10 أشهر بنينا ملاعب. يا اخي انت سمحوا لي علموا هذا، ما بين انت تستحمر في من هذه الملاعب وكذا، ما تجيش تحكي عليهم، احكي على التحكيم ولا احكي واش راح يصرى في كاس افريقيا اللي راه كاين اصرار باش تديها المغرب. راك فاهمني؟ احكي لي كيفاش راح تكون تما، كيفاش راح يكون التنظيم ولا على مستوى التحكيم، على مستوى الاجواء كيفاش راح تكون وكذا. فضائح المغرب والتلاعبات التي تسبق كأس إفريقيا التي يفصلون عنها شهر بالتمام. ماذا تحضر المغرب للمنتخبات الإفريقية التي ستكون في هذه البطولة؟ الفضائح تتوالى من يوم إلى آخر. هل هو ذكاء اصطناعي أم أنه ذكاء حقيقي؟ تحدث عن ما يدور في الساحة الكروية الإفريقية والتحضيرات الخاصة ببطولة كأس إفريقيا المغرب 2026 بعدما كانت مقررة في وقت سابق في تاريخها الأصلي وفي سنة 2025، وبعد التلاعبات التي كانت من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. هي الحقيقة تظهر من يوم إلى آخر، ليس حديث فقط لكن بالصور والفيديوهات ومن قلب الحدث. الملاعب المغربية التي تحولت إلى مسابح وتثير المخاوف قبل الكان، أين بصم نظام المخزن على ذلك وعلى الحقيقة المزيفة التي يروجها للعالم وللمنتخبات الإفريقية التي ستكون في هذه البطولة الإفريقية. نبدأ معك وليد فيما يخص حدث كروي كبير إفريقي الكل ينتظره، الكل يريد أن يشاهد هذا الحدث بصفة عالمية، يعني من حيث التجهيزات، من حيث الأداء، من حيث المنتخبات، لكن ما روج في وقت سابق من المغرب لجاهزيته لهذا الحدث واحتضان هذه البطولة، لكن الحقيقة تقول العكس والصورة خير دليل على ذلك. شوفوا هذو الملاعب كاين واحد النقطة فقط ولا الجملة ولا الكلمة نصححها لك خويا سامر، راك تقول ملاعب جديدة. كيفاش ملاعب جديدة سامر؟ ملاعب فقط تم تجديدها، يعني حتى تم تجديدها كاين ملاعب عناوها. علاش كي تشوف هكذا خويا سامر ما تقولش تم ترقيعها او تم ترميمها؟ باسكو كي تشوف انت هكذا هذا الترقيع. احنا على بالنا احنا الترميم ولا اللي كما نقولوا الانشاء تاع الملاعب هذه حسب تصريحات فوزي لقجع وحسب تصريحات فوزي لقجع الملف كيشارج اللي يقدموه لك يا سامر. فوزي لقجع يهتم بالبوطه برك تاع الغازون بعد ساهل. انا شفته ديك النهار يهضر في البرلمان ويقول باللي كاين ناس يتكلم على الجزائر، طبعا هما عندهم يعني فوبيا الجزائر، ويقول امام البرلمان يقول راهم يقولوا احنا بنينا ملاعب بالذكاء. بنيتها انت بالغباء الاصطناعي مش الذكاء الاصطناعي، وتقول انه في 10 أشهر بنينا ملاعب. يا اخي انت سمحوا لي علموا هذا، ما بين انت تستحمر في من. احنا اذكياء الحمد لله، رانا نخموا بعقولنا ونعرفوا يعني الملاعب، حتى وان ما ماناش مختصين يعني مختصين ولا باطله في هذا الشيء يعني تاع بناء تاع الملاعب وكذا، لكن احنا نعرفوا شويه، رانا نقراو رانا نطلعوا، عندنا مواقع، عندنا انترنت، عندنا قنوات عالميه رانا نشوفوا، احنا بيان سور نعرفوا وقتاش يتبنى ملعب، نعرفوا شحال المده تاعو، شحال مده الانجاز. انا مانيش نقارن في الملاعب تاع المغرب مع تاع المروك مع الملاعب الجزائريه، مانيش في مقارنه. ابراهيم شاوش لي المثل الجزائري يقول لك يا اللي مشبح من برا واش حوالك من داخل. بعد التفاخر الكبير لتجديد الملاعب وتشييدها وانشائها، تنظيم بطوله افريقيه ستكون مغايره تماما لسابقتها. اليوم قبل شهر هانا شفنا واش مزوق من برا واش حوالك من داخل. داروا ضجه كبيره والضواوي برا وخاسرين تريسيتي. ياك راك شفت طاحت شتا في تيزي وزو، طاحت في الجي، طاحت في كاش ما شفنا ستاد هكذا يقدر. حنا لازم نقول لك المليحه ملاعب تاع الاستعمار اللي كاينه الفاوت كي تصب شتا ما كاش في هكذا. خويا ابراهيم قال كلمه شابه، قال هذه اللجنه تاع الملاعب تاع الكاف واش هو الدور تاعها؟ ولا تعرف تجي هنا غير الجزائر وتقلب؟ لا حتى اصلع انفانتينو يعني باش تفهم حاجه. حنا نشفاو هنا يا اخي جاوب يقلبوا في الطوابل. اسمع ومشارك في الجريمه. انفانتينو باش نعطيك معلومه باش تعرف، انفانتينو او يقضي وقت كبير
في المغرب ما بين المغرب وامريكا. ورايحين نكونوا في هذا الملعب، من حقنا انه نخافوا على سلامه المناصرين تاعنا، على سلامه اللاعبين تاعنا اللي راح يكونوا. ممكن انت دوك شتي هذه تاع ديسمبر تاع نوفمبر، ممكن من ديسمبر قدر ربي يطيح السقف. يعني الطمه الكبرى ان الكاف كي يكونوا هكذا ملحق او مباراه فاصله يبعثهم ديريكت يلعبوا في المغرب. شوف سي اوتوماتيك. شوف فهمت حنا ماذا بك كوم سيكو لافريك هذه افريقيا عاقرة. ما فيهاش. ما كان سطاد في جنوب افريقيا، ما كان سطاد في السنغال، ما كان سطاد في نيجيريا، ما كان سطاد. انا نقول لك شوف حاجه والله، ياك بزاف الناس راهي هما راهم يهضروا ويقول لك ستكون نسخه. يا ودي والله غير انه احسن النسخ في ادغال افريقيا. حلاوتها وشربتها. اقسم بالله غير باسكو كي تجي عنده هو سوا كوت ديفوار ولا راه ما يكذب عليك، ما هو يقابلك باش كيما راه يقابلك بالرطوبه يقابلك بالرطوبه والسخانه، واذا كانت حاجه الطوفانية. تخصو يجيك بالضحك. باسكو علاش؟ سي لومبيونس افريكان. ماذا بعد هذه القضيه؟ هل مش نروح لك من جهه واحده اخرى، هل الكاف ستتحرك الان وممكن تصلح ما يمكن اصلاحه قبل فوات الاوان قبل شهر من انطلاق المنافسه الرسميه؟ ستنطلق المنافسه الرسميه في المروك وتتلعب وتخلص مشاهد ما شاف شي حاجه. هذا ما واش تسنى من الكاف. انت قلت كلام قبيل وقلت بلي هيئه افريقيه مختطفه خطفوها يا سي. تجي تشوف كلش هما كلش. اسمع فوزي القجع فاز بالاغلبيه لعضويه المكتب الفيفا بصحته مبروك عليها على كل حال 50 صوت. فهمتني؟ واش تسنى من ما تسنى من نظام تاع مخزن يتفنن في الرشاوي وشراء الذمم. فهمتني؟ رانا نشوفوا دوك راح يزيدوا لهم بالك، يزيدوا لهم منافسه، راك فاهمني؟ يزيدوا لهم منافسه، يزيدوا لهم واحده اخرى. انا قلت لك ما تسنى ني بيان ني تنديد ما تسناش حتى في القنوات الاجنبيه ولا العربيه، ما تسنى حتى حاجه. راح تلعب كاس افريقيا في وقتها في التاريخ الموعود تاعها وتخلص. وراح نشوفوا احنا اذا تقدر بالك منا وروح هذه الملاعب وكذا ما تجيش تحكي عليهم، احكي على التحكيم ولا احكي واش راح يصرى في كاس افريقيا اللي راه كاين اصرار باش تديها المغرب. راك فاهمني؟ احكي لي كيفاش راح تكون تما، كيفاش راح يكون التنظيم ولا على مستوى التحكيم، على مستوى الاجواء كيفاش راح تكون وكذا. هذا واش نحكوا دوكا. هذه الملاعب خلاص دوكا الكاف يغمضوا عينيهم ما شافوا. ما نعرف موتسيبي اسكو شافها ديجا كاع ولا يامن بها. فهمتني؟ ما نظنش انه راح تصرى حاجه ولا هذا. نقول لك كان في الجزائر ولا دوله اخرى يعني حليفه للجزائر